السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد في قناتنا التوينز آية وأميرة. طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان الأسعار في ارتفاع وعمالة تزداد، فاحنا هنحارب ازاي الغلاء ده بان احنا نعمل الحاجة في البيت بأقل التكاليف، وكمان هتدينا نتيجة أحسن من النتيجة الجاهزة من بره. النهاردة زي ما انتم شفتوا كده عنوان الفيديو زبدة اللوتس بأقل التكاليف والإمكانيات، وهتدينا نفس الطعم اللي بنشتريه من بره. احنا طبعا الناس اللي بتحب اللوتس عارفة دلوقتي ان زبدة اللوتس سعرها وصل لكام. فاحنا معانا هنا كده ده بسكوت لوتس اللي هو بسكوت القرفة، تمام. ده بسكوت لوتس مصري مش مستورد. هنجيب قد كام حباية كده، يعني في حدود كوباية، وهنحطها هنا، تمام. وهنبدأ نفرمهم بالهاند بلندر او في الخلاط عادي يعني. طيب فرمتهم بقى شوية كده. معايا بقى انا هنا ربع كوباية سكر بودر هضيفها، ومعايا برضو ربع كوباية حليب. الحليب ده بارد. دلوقتي هرجع برضو افرم تاني مرة تانية. شايفين قوامها حلو ازاي من واحنا لسه بنضربها. دلوقتي بقى هنجيب زيت نباتي، مش هنستخدم اي زبدة ولا اي حاجة. بصوا بأقل التكاليف وهتدينا نفس طعم اللي بره واحسن. بس لازم لو انا مش هستخدم زبدة، واحنا عشان نوفر لازم استخدم زيت دوار الشمس او زيت عباد الشمس. ده اللي بيخلي الوصفات تنجح. هناخد منه معلقتين زيت كبار. طيب ادي معلقة، وادي التانية، وبكده احنا نكون وفرنا يعني تكلفة جامدة جدا. ونكمل بقى ضرب دلوقتي وهنشوف القوام بقى عامل ازاي.
بصوا بقى يا حبايبي، قعدت اضرب فيها لحد ما ادتني القوام الرهيب ده. بصوا، بصوا بقت عامله ازاي، فظيعه والله، ما تفرقوها عن بره. طعم وريحه ولون وشكل وقوام رهيب. مين يصدق ان دي معموله في البيت باقل التكاليف، من شويه بسكوت لوتس على سكر باودر وحليب ومعلقتين زيت بس، ولا زبده ولا اي حاجه. وعايزه اقول لكم ان لما نحطها كمان في التلاجة قوامها هيتماسك اكتر من كده، وهتبقى بصوا فظيعه. دلوقتي بقى احنا هنفضيها في علبه. بصوا احنا هنفضيها في العلبه دي كانت زبده لوتس روتس. دي زبده لوتس مصري بس حلوه قوي. هصب دلوقتي الخليط ده هنا، ويلا بينا. بصوا شايفين القوام اسبرد جدا. شايفين يا حبايبي، ما شاء الله بجد. يلا بقى بعد ما تشوفوا الفيديو ده قوموا اعملوها على طول، وحطوها بقى على اي حاجة انتوا بتحبوها، دوناتس، كنافة، كيكة، سينابون، كل حاجة ان شاء الله نعملها في البيت وبأقل التكاليف. ها بقى هي ولا مش هي؟ بصوا بقى القوام بتاعها حاجة كده بجد، وهم حاجة محترمة. دلوقتي بقى انا هحطها في التلاجة، وعايزه اقول لكم ان هي هتتماسك جامد قوي، وبرضو هوريها لكم، اوريكم القوام بتاعها بعد لما نحطها في التلاجة. تعالوا بقى نشوف مع بعض دلوقتي لما خرجتها من التلاجة. بصوا بقى القوام بتاعها رهيب رهيب والله العظيم. وكل مدى كل ما هتقعد في التلاجة كل ما قوامها هيتماسك اكتر واكتر، وهتبقى احلى واحلى. غير كده طعمها حلو قوي 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 بجد والله. مش هتفرقوها عن بتاعة برا، نتيجة وقوام وطعم وريحة ما تفرقوهاش عن الجاهزة. جربوها بقى وما تنسوش تقولولي رأيكم في الكومنتات. وكان معاكم النهاردة آية من التوينز، آية وأميرة، وباي باي.